فيلمنا بيبدأ سنة 1996 لما بيلاقي شخص حاجة مدفونة في الرمل، فبياخدها وبيوديها لواحد صاحبه، وبنلاقي إن هي لعبة واسمها جومانجي، فبيحطها جنبه وما بيديهاش اهتمام وبيلعب ألعاب فيديو. وبيجي بالليل وبنلاقي الشخص ده نايم، بس بيصحى على صوت خارج من اللعبة، فبيشوف فيها إيه وبيلاقي شريط فيديو. بيروح يشغله، لكن فجأة بنلاقي نور خارج من الأوضة بتاعته. وبنيجي لوقتنا الحالي وبنلاقي سبنسر واللي بيكون قاعد بيلعب ألعاب فيديو، وأمه بتخش عليه وبتفكره إنه ياخد الأدوية بتاعته. وبنلاقي سبنسر شخص موسوس جدا وبيخاف من اي حاجه. وبنروح بعد كده لفريدج واللي بيكون رايح يقابل سبنسر عشان عامل له البحث بتاعه، فامه بتكون مقلقه من سبنسر وخايفه ان فريدج يستبعد من الفريق بتاعه، فبيطمنها. وبعد كده بنروح لبيثاني واللي بتكون بتظبط المكان حواليها عشان تاخد سيلفي، وبتنشر الصوره على الانستجرام وبتكتب عليها لسه صاحيه من النوم والصوره من غير مكياج، وهنمشيها من غير مكياج. وبعد كده سبنسر بيقابل فريدج عشان يديله البحث اللي هو عامله، فبياخده منه وبيقول له ايه رايك نلعب اخر الاسبوع. لكن بتقف بنت وبتكون عايزه توصل فريدج، ففريدج بيسيبه وبيروح معاها. ونعم الصاحب يا ابني. وبنلاقي شخص ظهر لسبونسر فجأة وبيقول له خاف على نفسك، دول بياكلوا الشباب اللي في عمرك. فبيخاف منه وبيجري. وبنروح لمدرسة برينفورد الثانوية وبنلاقي بيساني بتكلم صاحبتها وبتقول لها ان هي نزلت الصورة بقالها ساعتين، بس الواد لا حط تعليق ولا لايك حتى، زيك كده عزيزي المشاهد. فالمدرسة بتكون واقفة وراها وبتقول لها ان هي ازاي تعمل مكالمة وسط الاختبار، وبتقول لها تقفل التليفون، لكن ما بترضاش. فالمدرسة بتعاقبها بالاحتجاز. وبعد كده بنروح لسالة الألعاب الرياضية والمدرسة بتقول لهم يلعبوا بالكورة كل اتنين مع بعض، لكن مارسا ما بتكونش عايزة تشارك. فالمدرسة بتقول لها ان هي تستمتع بالموضوع بس، فهي بتقول لها نستمتع، هي الحياة فيها كام دقيقة عشان نستمتع. وبتفضل تقول لها كلام ما بيعجبهاش لحد ما المدرسة بتعاقبها بالاحتجاز. وبعد كده بنلاقي سبنسر جاي له استدعاء للمدير وبيكون فريدج هناك. فالمدرسة بتقول له ان اخر جملة في البحث بتاع فريدج هي اخر جملة في البحث بتاعك، وبتعرف انهم غاشين من بعض والاتنين بيتعاقبوا بالاحتجاز. وبنلاقي الاربعة قاعدين في اوضة، وبيجي المدير وبياخدهم للمخزن وبيأمرهم انهم يشيلوا الدبابيس من المجلات. وبيكونوا بيشيلوا الدبابيس، لكن فريدج بيلاقي جهاز وبيقرر هو وسبنسر انهم يشوفوا ايه هو. وبنلاقي ان هي لعبة جومانجي، وبيبدأوا اللعبة وكل واحد بيختار شخصية، وبيثاني ومارسا بيشاركوا معاهم. وبتبدأ اللعبة بس بتفضل تعمل صوت وشرار لحد ما سبنسر بيشد الفيشة وبتقف. لكن فجأة بنلاقي سبنسر بيتسحب جوه اللعبة والباقي بيتسحب هو كمان. وبعد كده سبنسر بيقع من السما وبيكون مستغرب شكله، وبيلاقي الباقي وقعوا هما كمان، وبيفضلوا يسألوا بعض هما مين، لحد ما سبنسر بيكتشف ان هم اصحابه وبيقول لهم انهم دخلوا اللعبه وبقى الشخصيات اللي هم اختاروها، وكلهم ما بيكونوش مصدقين ان ده سبنسر لحد ما بيسمع صوت غراب وبيخاف، فبيتاكدوا ان هو سبنسر. وبيساني بتكون زعلانه على شكلها فبتروح تشوف نفسها في النهر، لكن بيجي فرس نهر من وراها وبياكلها. وكلهم بيكونوا خايفين، بس فجاه بيلاقوا بيساني نازله من السما وبيروحوا يشوفوها، لكن بيلاقوا مجموعه من فرس النهر بتهجم عليهم وبيهربوا منها. وبيلاقوا شخص يعرفهم فبيركبوا معاه وبيمشوا، وبيكون اسمه نايجل وبيعرفهم واحد واحد على شخصياتهم. وبيكون سبنسر عالم آثار ومكتشف، ومارسا بتكون قاتلة الرجال، وبيساني بتكون عالمة خرايط، وفريدج عالم حيوانات ومساعد سبنسر. وبيقول لهم ان جومانجي في خطر ولازم ينقذوها، وبيديلهم رسالة فيها كل المعلومات، وبتكون ان نايجل كان في رحلة استكشافية مع واحد اسمه راسول، واللي بيكون بيدور على الجوهرة المقدسة لجومانجي، وبعد سنين من البحث بيلاقيها وبياخدها لنفسه. والأسطورة بتقول إن أي حد هياخد الجوهرة هتسيطر عليه قوى الشر، وفعلا بتكون سيطرت على راسل وبقى بيتحكم في كل حاجة في جومانجي، وجومانجي بتيجي عليها لعنة. وانه من ساعة ما راسل مسك الجوهرة وهو ما سابهاش، بس نايجل جه في يوم وسرق الجوهرة منه، وبيديلهم الجوهرة ومهمتهم انهم يرجعوها تاني لتمثال عين النمر ويرفعوا اللعنة. واول ما يرجعوها لازم ينادوا باسم اللعبة بصوت عالي، وبيديهم خريطة لجومانجي لكن بتكون ناقصة، والقطعة الناقصة دي في السوق. وبيبدأوا اللعبة وبيشوفوا الخريطة لكن بتكون فاضية، بس بيسأل هي الوحيدة اللي شايفة فيها ايه عشان هي عالمة في الخرايط. فسبنسر بيدوس على صدره وبيظهر ايه هي نقاط القوة والضعف عنده، وبيكون ما عندوش نقاط ضعف. والباقي بيشوفوا ايه نقاط القوة والضعف هم كمان، وبتكون نقاط ضعف مارسا هي السم، وفريدج هي الكيك والسرعة والقوة، وبيساني القدرة على التحمل. وبيبدأوا اللعبة وبيلاقوا المستوى الأول من اللعبة كان عند فرس النهر، وهم كده في المستوى التاني. لكن فجأة بيلاقوا مجموعة من راكبي الموتوسيكلات بيطاردوهم، فبيهربوا منهم وبيتفرقوا في الأدغال وبيتخلصوا من جزء منهم، والباقي بيفضل يطاردهم لحد ما بيلاقوش مكان يهربوا ليه وبينطوا من فوق الشلال. لكن لما بيخرجوا من المية بيلاقوا إن مرسى اتصابت وبتختفي فجأة، لكن بتنزل من السما تاني. وبيكتشفوا إن كل واحد بيموت 3 مرات، والمرة التالتة ممكن يموت بجد، وبيكونوا كلهم خايفين. وبعد كده بنروح لراسل واللي بيكون هو اللي بعت راكب الموتوسيكلات، والرجاله بتوعه معرفوش يمسكوهم، فبيأمر النسر بتاعه انه يدور عليهم.
وبعد كده بنلاقي سبنسر وفريدج بيتخانقوا عشان اللي حصل عند مدير المدرسة، لحد ما فريدج بيزق سبنسر من على الجبل. لكن سبنسر بيرجع تاني وبيضرب فريدج وبيقول لهم ان لازم ما يضيعوش حياتهم ولازم يتحدوا مع بعض. وبعد كده بيوصلوا للسوق وبيلاقوا واحد بيبيع اكل، وفريدج بياكل من عنده كيك على انه عيش وهو ما يعرفش، وبينفجر فريدج فجأة بس بيرجع تاني. وبعد كده بيجي لهم طفل وبيقول لهم ان جومانجي محتاجاه، فبيسألوه على القطعة الناقصة من الخريطة وبياخدهم ليها. لكن النسر اللي بعته راسل بيكون عرف مكانه، والطفل بياخدهم لمكان فيه سلة وبيخمنوا ان السلة دي بيكون فيها تعبان، وفعلا بيكون فيها تعبان. واول ما بيفتحوا السلة التعبان بيهجم عليهم، لكن سبنسر بيمسكه وفريدج بيشيل انيابه والتعبان بيموت. وبيلاقوا حاجة في السلة واللي بتكون ورقة وفيها تمثال، ومكتوب في الورقة اول ما تلاقوا الفيل ابدأوا في التسلق. لكن هما ماشيين بيلاقوا رجالة راسل، بس سبنسر بينهي الموضوع واي حد بيقابله بيخلص عليه، لحد ما بيجي راسل بنفسه وبيكون لسه هيخلص عليهم. لكن في حد بيرمي قنبلة دخان وبيهربوا معاه وبياخدهم لمكانه السري، والطريق بيكون مليان فخاخ لكن بيعدوها. وبنلاقي واحد من رجالة راسل بيقول له انهم معرفوش يمسكوهم وان الموضوع ده مش هيتكرر تاني، فبيقول له انت فعلا مش هتكررها تاني، وبيطلع عقرب من بقه وبيقتله. وبنروح بعد كده لسبنسر واصحابه واللي بيكونوا اتعرفوا على اليكس اللي انقذهم، وبياخدهم للكوخ اللي هو عايش فيه واللي بيكون مليان شموع عشان الناموس هو نقطة ضعفه. وبيقول لهم انه مش عارف يعدي المستوى اللي بعد كده من اللعبة، وانه مش فاضل عنده غير حياة واحدة، وانه لازم يعدي المستوى ده بمساعدتهم. فبيكتشفوا ان هو القطعة الناقصة اللي بيدوروا عليها، وبيبدأوا المستوى اللي بعد كده واللي بيكون مكان فيه كل وسائل النقل، وهم لازم ياخدوا طيارة عشان يوصلوا لتمثال النمر. لكن بيكون في حراس للمكان وبيقرروا ان مرسى هتشتت انتباههم لحد ما يدخلوا. لكن بيكتشفوا ان أليكس هو نفس الشخص اللي دخل اللعبة سنة 1996، وان بقاله في اللعبة 20 سنة. وبعد كده بيبدأوا خطتهم، وفعلا مرسى بتشتت انتباه الحراس لغاية ما يدخلوا. لكن الموتوسيكلات بتقع وبتعمل صوت، فالحراس بيكونوا رايحين الكوخ، لكن مرسى بتستخدم موهبتها وهي القتال الراقص وبتخلص عليهم. لكن بيكون في مجموعة من راكبي الموتوسيكلات جايين عليهم وبيكونوا عايزين يمشوا في اسرع وقت، لكن أليكس بيكون خايف عشان جرب قبل كده ومنجحش وخايف انه يموت بجد. لكن بيقنعوه وبياخدوا الطيارة وبيمشوا، لكن في طلقة بتيجي في المروحة وما بيكونوش عارفين يطلعوا لارتفاع اعلى من كده بالطيارة، وبيلاقوا قطيع من وحيد القرن بيجري وراهم. فسبنسر بيصلح الحاجة اللي اتكسرت والطيارة بترتفع تاني، لكن هما طايرين الجوهرة بتقع من شنطة فريدج وبيرجعوا يدوروا عليها تاني، وبيلاقوا ان وحيد القرن متجمع حوالين الجوهرة وبيحميها وما بيكونوش عارفين ياخدوها ازاي. لحد ما سبنسر بيقرر انه يرمي فريدج من الطيارة عشان وحيد القرن يجري وراه، وفعلا خطته بتنجح وبياخد الجوهرة، وفريدج بيرجع من السما تاني وبيمسكوه قبل ما ينزل على الارض، وبيعدي المستوى ده وبيروح للمستوى اللي بعد كده. لكن هم واقفين في ناموسة بتقرص أليكس وبيقع على الارض، لكن بيسني بتعمل له تنفس صناعي وبنلاقي انه بياخد من حياتها، فبتقرر انها تديها له. وبيصحى أليكس تاني وبيوصل لتمثال النمر، لكن بيكون النسر بتاع راسل بيراقبهم. وبيبدأوا المستوى الأخير من اللعبة وبيلاقوا الطريق منور ليهم، لكن بيلاقوا تمثال فيل وبيفتكروا اللي كان مكتوب في الورقة. أول ما تلاقوا الفيل ابدأوا في التسلق، فسبنسر بيقرر إن هو لوحده اللي هيعدي المستوى ده وبدأ يطلع على الجبل. لكن هو طالع بيقع على الأرض وبيلاقي النمر وبيهجم عليه، وبيرجع سبنسر تاني وبيقول لفريدج إنه مش هيقدر يعمل كده عشان ما فضلش عنده غير حياة واحدة بس. ففريدج بيقول له إن طول عمرهم عندهم حياة واحدة وإن دي سنة الحياة ولازم يعدوا ده مع بعض وهم إيد واحدة، وبيكون مستغرب هو جاب الكلام ده منين. فسبنسر بيقتنع بكلامه، لكن بيلاقوا رجالة راسل وبيعملوا خطة انهم يخلصوا عليهم وسبنسر يحط الجوهرة في التمثال. لكن في نمور بيجروا وراه وهو ماشي، فبيعمل حلقة من النار وبيحبسهم فيها وبيكمل طريقه. لكن بيلاقي راسل مستنيه عند التمثال ومعاه بيسني وبيقول له يا اما يديله الجوهرة والا هيقتلها، لكن الجوهرة ما بتكونش معاه. لكن فجأة بيلاقوا فريدج داخل عليهم واللي بيكون راكب فيل ومعاه الجوهرة، لكن الجوهرة بتطير منه على الجبل وبسني بتفلت من راسه. فبيروح سبنسر ومارسا عشان يجيبوا الجوهرة، وبتلاقي مارسا الجوهرة وسط مجموعة من التعابين فبتجيبها، بس راسل بيكون بيتحكم في التعابين وعايز ياخد الجوهرة. لكن مارسا بتخلي تعبان يقرصها، وبيكون سبنسر وصل لراس النمر وهي نازلة من السما بتديله الجوهرة وبيرجعها مكانها تاني. لكن ما بيلاقوش اي حاجة حصلت، بس بيفتكروا ان لازم ينادوا باسم اللعبة بصوت عالي، واول ما بينادوا باسمها كل حاجة بتتصلح، وكده بيكونوا انهوا المستوى الاخير واللعنة بتتشال. فبيلاقوا ناجل جاي لهم وبيشكرهم على اللي هم عملوه وبيسلم عليهم، واي حد بيسلم عليه بيرجع تاني وبيرجعوا كلهم تاني للحياة الواقعية وبيكونوا كلهم مبسوطين. لكن ما بيلاقوش أليكس رجع، بس وهم مروحين بيشوفوا أليكس وبيكتشفوا انه رجع للزمن اللي دخل فيه للعبة، وبيكونوا مبسوطين انه رجع هو كمان، وبيروحوا تاني يوم للمدرسة وبيكسروا اللعبة. وهنا بيكون انتهى الفيلم. لو عجبك ما تنساش تشترك في القناة وتدوس لايك وتشير الفيديو في كل مكان، واهم حاجة ما تنساش تصلي على النبي. سلام.